أهلا بكم. أحييكم من الرباط، من المملكة المغربية الشريفة، وأرحب بكم في بودكاست مناطق رمادية. في بودكاست مناطق رمادية نطرح اليوم هذا السؤال: هل تعلم مصر والجزائر ما وراء فوضى وحرائق الجيران؟ ونذهب داخل إفريقيا إلى دولتين، إلى السودان وإلى مالي، لنسائل السلوك المصري في السودان ونسائل السلوك الجزائري في مالي. سيتساءل البعض: ما هي القصة من وراء هذا السؤال؟ القصة تبدأ في إحدى ليالي مارس من سنة 2025، لما أسقط الجيش الجزائري طائرة مسيرة مالية داخل التراب المالي. احتجت دولة مالي وذهبت بعيدا لما لجأت إلى محكمة العدل الدولية، ووصفت ما قامت به الجزائر بأنه عدوان. وفي مشهد ثاني وقع خلال الأيام الماضية في داخل الأراضي السودانية، لما سقطت قذائف جوية على منقبين على الذهب في ولاية نهر النيل، وأشارت كل الاتهامات من داخل السودان إلى الجيش المصري. قد يبدو الأمر أنه يتعلق بحدثين منفصلين جغرافيا، ولكن لهما نفس المنطق، نفس المنطق الذي ينطلق لما تقرر دولة كبرى أن تقرر التدخل في جارتها الصغرى، وتعتبر أن هذه الجارة الصغرى أنها مجال حيوي وعمق استراتيجي تخضعه لحساباتها، وتقدم مبررات متعددة بمسميات متعددة. سنكتشف في الأخير خطورة هذا السلوك وخطورة هذه المسميات. سنناقش هذا الموضوع من زاوية القانون الدولي، ومن زاوية الدراسات الجيوستراتيجية والجيوسياسية، ونذهب عميقا في تحديد المخاطر الأمنية المتعلقة بالحدثين أو القصتين. ودعونا هنا نبدأ بمنطلقين يؤطران هذا الموضوع. المنطلق الأول أن السيادة لا تصان بالإكراه المنفرد، ونعتمد هنا على قاعدة صلبة في القانون الدولي تنبني على أن لكل دولة الحق في تدبير وإدارة شؤونها بحرية دون إكراه من الجار. هذه القاعدة ليست مجاملة دبلوماسية، بل أنها قاعدة قانونية تأسست عرفيا، وأصبح هذا العرف ملزم، وأسس له القضاء الدولي في قضية نيكاراغوا عام 1986، حينما ذهبت محكمة العدل الدولية إلى القول القضائي أن الإكراه هو جوهر من جواهر أو جوهر من الأعمال التي نسميها التدخل المحظور. فجوهر الإكراه هو يسمى تدخل محظور، سواء جاء باستخدام القوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق
دعم أنشطة قد تكون هدامة وقد تكون إرهابية داخل دولة أخرى. والأهم من كل هذا أن محكمة العدل الدولية قالت بكل وضوح أن مجرد طلب من طرف داخلي أثناء صراع معين، سواء كان هذا الطلب من طرف حكومة معينة تعتقد أنها تملك الشرعية أو هي مالكة للشرعية، لا يكفي وحده لشرعنة التدخل الأجنبي. وهنا أقول شرعنة التدخل الأجنبي في نزاع أهلي، وإلا لما بقي لمبدأ من المبادئ الآمرة في القانون الدولي، وهو مبدأ عدم التدخل، لن تبقى له قيمة. هذا المبدأ الذي تم التنصيص عليه في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة الرابعة، ونقول ميثاق الأمم المتحدة الذي عاشت معه الدول نقاشا انطلق ورح الحرب تدور. النقاش انطلق في سنة 1943 وخرج الميثاق في سنة 1945، ميثاق سان فرانسيسكو الذي هو قواعد آمرة في القانون الدولي. من أهم المبادئ الأساسية الموجودة في هذا الميثاق وهي مبدأ عدم التدخل. لما تشير هذه المادة الثانية في فقرتها الرابعة أنه يمتنع عن الدول ليس فقط التدخل، وإنما ذهبت أبعد من هذا حتى التهديد باستعمال القوة. نفس الشيء نجده في ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي هو موروث عن منظمة الوحدة الإفريقية، والتي هي أخذت عناصر ميثاقها من ميثاق الأمم المتحدة أحيانا حرفيا. فالمادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي هي تحرم التدخل وتحصره في حالات معينة، ويكون بقرار جماعي من داخل الاتحاد وليس قرار فردي. من داخل هذه المنطلقات نقدم الملاحظات التالية. أولا، حول مصر، دولة مصر في السودان أو داخل الأزمة السودانية. ونقول منذ البداية أن السلوك المصري انتقل من الدعم الخفي إلى الانخراط القتالي الواضح الذي لا يمكن لأي طرف أن ينفيه اليوم. فالقاهرة لم تعد وسيطا، وإنما تحولت إلى طرف. وهناك من يقول من ذهب من هذا من خلال مجموعة من التقارير أن مصر لم تكن في يوم من الأيام طرف محايد ولا مراقب، وإنما منذ البداية بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ ومعادلة ما يسمى عادة من طرف الدول مصالح الأمن القومي، منذ البداية انحازت إلى طرف وهو مؤسسة الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، ووفرت له غطاء سياسيا ودبلوماسيا متواصلا سواء في المنتديات والمحافل الإقليمية أو الدولية. فالأمر لم يعد يقف في حدود التعاون الأمني المعتاد بين مؤسسات الجيش، وأقول هنا بين الجيش السوداني والجيش المصري، وإنما تجاوز ذلك وأصبح انحياز معلن بوضوح لطرف من أطراف النزاع السوداني وهو الجيش السوداني. وهذا في لغة القانون الدولي يحول مصر، دولة مصر، من وسيط إلى طرف
بمعنى أنه يسقط مسألة الوساطة. أيضا وقعت هناك نقطة أخرى في السلوك المصري في التعامل مع الأزمة السودانية ومع أطراف السودان، وهنا نتحدث من زاوية القانون الدولي. فوقعت هناك تحول مع سقوط الفاشر، ما يعرف بسقوط الفاشر وإعادة رسم الحدود. فلما استولت أحد الأطراف الذي هو الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور في أواخر سنة 2025، لم تنظر القاهرة إلى أن الأمر يتعلق بمعركة جديدة، بل اعتبرت ذلك من خلال تقييماتها العسكرية أن الأمر يتعلق بثغرة في دفاعاتها. ومنذ تلك اللحظة أعادت مصر بناء التصور لحدودها الجنوبية، وبدأت تقدم هذا الوصف بأنه خط الدفاع الأول. هذا الجانب وقع، الشيء الذي يعني أننا أصبحنا هنا لم تعد السودان دولة جارة لمصر، وإنما أصبح الأمر يتعلق بقضايا السيادة، وأصبحت النظرة إلى السودان بأنها عمق أمني يجب ضبطه. هذه مفارقة قانونية. لماذا؟ لأنه الأمر يتعلق داخل السودان بحرب أهلية، وداخل الحرب الأهلية يصبح كل طرف يقول بأنه مالك الشرعية، وهنا يصعب على دولة أن تقول بأنها وسيط إذا انحازت إلى طرف معين. فالدولة المصرية هنا انتقلت في مرحلة أخرى من ما سمي في البداية بتقديم الاستشارة والعون والدعم والمساندة إلى الغرفة العملياتية، أو انتقلت إلى الميدان. فزيارة البرهان إلى القاهرة في ديسمبر 2025 حسب ما جاء في العديد من التقارير الإخبارية فقد قادت إلى ميلاد ما يمكن أن نسميه بغرفة مشتركة للعمليات بين الجيش السوداني والجيش المصري. كما أن زيارة المسؤول عن المخابرات المصرية، زيارته إلى السودان في يناير 2026 ولقائه بالبرهان، لا يقف من خلال مجموعة من التقارير، لا يقف هذا اللقاء عند حدود الدعم اللوجستيكي، بل أنه تحول إلى بناء بنية تنسيق عملياتي تجعل من القاهرة شريكا رئيسيا في إدارة الحرب مع الجيش بقيادة البرهان. ويأتي هناك حدث آخر الذي تقول التقارير أنه والذي قتل فيه أحد مكونات أو أحد أفراد الجيش المصري، فتشير أنه إلى أن هذه المسألة تبين بأن المصريين دخلوا في الحرب وموجودين داخل الحرب السودانية، بمعنى أن هذا الحدث مقتل أحد الضباط الكبار المصريين داخل السودان معناه أو فهم بأنه وجود مصري في عمق الميدان وليس على الحدود، نظرا للمنطقة الجغرافية التي قتل فيها هذا الضابط الكبير المصري. ليأتي حدث آخر
طرح أكثر من تساؤل خلال الأيام الماضية، وهي الضربة على مناجم الذهب. فتم استهداف مواقع التعدين التقليدي المرتبطة بالتنقيب عن الذهب، فحيث فوجئ هؤلاء المنقبون بضربات عسكرية على الحدود المصرية، قتل فيها مجموعة من الأشخاص، ووجهت أطراف من داخل السودان الاتهام مباشرة إلى الجيش المصري. وبذلك لوحظ من خلال مجموعة من التقارير أن السودان الضعيف في هذه اللحظة، لحظة الأزمة، وأصبح في خدمة مسألة أمنية مصرية، وهي المرتبطة بقضية المياه. هذا جانب آخر، بمعنى أن مصر هي تحتاج السودان بهذا الشكل وبهذا الوضع في معركتها حول سد النهضة. إذا انتقلنا من القاهرة والسودان، انتقلنا جغرافيا داخل القارة الإفريقية نفسها، انتقلنا إلى منطقة الساحل وإلى سلوك جزائري اتجاه دولة مالي. نعرف جيدا من خلال مسار دولة مالي أنها إلى حدود سنة 2012 كانت دولة تتطور، دولة مستقرة، لتتغير الأوضاع بعد ذلك وتظهر مجموعة من الجماعات التي هي جماعات تحتضنها الجزائر. ماذا وقع؟ هو أن الجزائر قدمت نفسها في مرحلة معينة بصفتها وسيط في الأزمة المالية، ولكن كانت هناك نظرة أخرى للنظام العسكري الجزائري، أنه ينظر إلى مالي ليس كدولة كاملة السيادة، وإنما كمجال حيوي، كمجال فيه امتداد جغرافي، لدرجة أن الكثير من المناطق الموجودة في جنوب الجزائر وشمال مالي هناك بعض الأشخاص الذين لا يعرفون هل هم ماليون أو جزائريون. ولعبت الجزائر في هذه المرحلة ورقة الطوارق والأزواد التي استعملتها كأداة ضغط على مالي. هذه أوراق استعملت في مجال تغذية الانفصال، فالجزائر احتضنت تاريخيا كل القيادات الانفصالية المالية فوق أراضيها، ثم جاءت بعد ذلك بما يمكن أن نسميه بدعة، وهي بدعة الاتفاق، اتفاق الجزائر، اتفاق سنة 2015 الذي أرادت الجزائر أن تفرضه بقوة على مالي. وهنا سيلاحظ المراقبون كيف أن مالي اعتبرت بأن الأمر ليس اتفاق، واعتبرت بأن الأمر ليست وساطة جزائرية، وإنما هي وصاية جزائرية على مالي. فكان من الطبيعي جدا أن تعلن السلطات الانتقالية في مالي بعد أن تغيرت المعطيات السياسية والعسكرية داخل مالي، كان من الطبيعي أن تعلن باماكو عن إنهاء الفوري لاتفاق الجزائر. وهي المسألة التي ظلت الجزائر ومن يعود هنا
إلى بيانات الخارجية الجزائرية، لم يحدث في تاريخ العلاقات الدولية أن تعلن دولة معنية باتفاقية معينة أنها لا ترغب فيها، وتعلن الدولة التي صاغت الاتفاقية أنها متمسكة بهذه الاتفاقية وتريد فرضها بالقوة على الدولة التي ترفضها. لهذا كان من الطبيعي أن يقول الماليون أنهم خرجوا من الوصاية وليس من اتفاق فيه وسيط. تطورت الأحداث فيأتي حدث إسقاط الطائرة المسيرة، الطائرة المالية التي أسقطها الجيش الجزائري فوق التراب المالي، 9 كيلومترات داخل التراب المالي، وهذا في حد ذاته يعتبر عدوان في القانون الدولي، ويعتبر مسا بالسلامة الترابية لدولة ذات سيادة التي هي دولة مالي، ويعتبر خرقا لمقتضيات المادة الثانية الفقرة الرابعة. كان هذا الإسقاط الذي قاد إلى خلاف دبلوماسي بين الطرفين، وكانت هناك بيانات شديدة اللهجة خاصة من طرف مالي، لأنها الدولة التي تعرضت للعدوان الجزائري. فذهبت مالي في مرحلة معينة أمام محكمة العدل الدولية ليصبح الخلاف قضية في سبتمبر 2025. فرفعت باماكو دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالعدوان. وهنا العدوان له تعريف في القانون الدولي، التوصية 33/14 التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1974، وهي التوصية التي كانت موضوع صراع كبير آنذاك بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. ويقول الفقه بأنه تم تعريف العدوان على رأس إبرة، ووجد القانون الدولي آنذاك قواعده تطابق بين المادة الثانية الفقرة الرابعة من الميثاق وبين التوصية 33/14. فاعتبرت مالي أن هذا العدوان بإسقاط هذه الطائرة كان استهدافا لعرقلة عملياتها ضد الجماعات المسلحة. هذه المسألة قالتها مالي في سبتمبر 2025 لما تقدمت أمام محكمة العدل الدولية، ومنذ أسبوعين ونتحدث في شهر يونيو 2026 تقول تقارير استخباراتية أن مالي كانت بصدد تنفيذ عملية ضد الجماعات المسلحة، ضد قادة الجماعات المسلحة الذين كانوا يجتمعون في شريط قرب الحدود الجزائرية وفوق الحدود المالية. ما وقع هو أن المسيرة التي أرسلت من طرف الماليين وفي إطار الدفاع الشرعي عن النفس، المادة 51 التي تقول إذا كان هناك خطر حال، كان هناك خطر حال. لماذا؟ لأن هذا اجتماع لقادة الحركات الإرهابية والحركات الانفصالية التي هاجمت مالي، وأعود إلى نقطة الهجوم. فهنا كان الماليون في حالة دفاع شرعي عن النفس، ولكن مرة أخرى تدخل الجيش الجزائري وقام بعملية إسقاط هذه المسيرة داخل التراب المالي مرة أخرى. الماليون يعرفون جيدا ما قامت به الجزائر، فهي وظفت الوضع داخل مالي بطريقة خطيرة جدا لما شعرت بأن هناك ضغط في ملف آخر، وهو ملف الصحراء المغربية، نتيجة ضغوط أمريكية لأولا تفكيك مخيمات تندوف التي يوجد فيها الجماعات المسلحة المسماة بالبوليزاريو،
وأيضا الذهاب إلى طاولة المفاوضات لما شعرت الجزائر بأن هناك ضغط أمريكي جمعت الأزواد وجبهة نصرة الإسلام والمسلمين التي يقودها إياد غالي، المطلوب أمام المحكمة الجنائية منذ سنة 2017، والذي هو موجود فوق الأراضي الجزائرية. فجمعت هذه الحركات المسلحة الإرهابية والجماعات الانفصالية المسلحة وهاجمت باماكو. هاجمت باماكو لإرسال إشارة إلى الأمريكيين بأن الجزائر هي قادرة على ضبط الأمن، بمعنى أنها وظفت هذه التنظيمات لكي يأتي الأمريكيون ويتفاوضون مع الجزائر التي تنفي علاقة هذه التنظيمات، والأمريكيين لهم وثائق وتقارير يعرفون ما يجري في المنطقة، لكي تقدم نفسها بأنها القادرة على ضمان الاستقرار في مالي. وهنا المواجهة هي في الواقع هي مواجهة مع المغرب الذي يدعم دولة مالي ويدعم المجلس الانتقالي ويريد الحفاظ على الاستقرار. هنا إذا ذهبنا بعيدا في التحليل، ما هي المعادلة التي يمكن أن نقول من خلال هذه التقارير التي تراقب السلوك المصري وتراقب السلوك أيضا الجزائري، السلوك المصري في السودان والسلوك الجزائري في مالي؟ فهنا المعادلة وهي أن الجار الكبير يريد إعادة رسم ملامح الجار الصغير الذي يعاني من الأزمة. فالمعادلة بالنسبة للمصريين هي دعم البرهان في حرب حول الشرعية بين التدخل السريع والجيش، حرب أهلية لم تحسم بعد، وهذا التدخل هو محظور في القانون الدولي. بينما في الحالة التي هي حالة مالي، فالجزائر هنا تتصرف بنفس الطريقة التي كانت تتصرف فيها باكستان مع الجارة الأفغانية آنذاك، لما كانت باكستان تريد أن تقدم نفسها بأنها القادرة على ضبط الأوضاع في منطقة أفغانستان. وهنا نفس الطريقة، الفرق بينهما وهو أن الوضع الأفغاني كان ممزقا منذ البداية، بينما الوضع في مالي فكان مستقرا إلى حدود سنة 2012. وواضح اليوم من يحتضن الأطراف التي تحرض ضد المجلس الانتقالي في مالي. ففي كل مناسبة دينية يكون هناك حضور لأشخاص ماليين إلى جانب الرئيس عبد المجيد تبون، أشخاص متهمين أو متهمون من طرف الجيش المالي بأنهم وراء تحريض الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية. لنصل إلى استنتاجات. الاستنتاج الأول أن الفراغ الذي قد يحدث هو صناعة إقليمية، أن الدول المقصودة في هذا النقاش هي تصنع فراغ داخل هذه الدول التي تعيش أزمات. أقصد هنا السودان
ومالي. والمستفيد الأكبر هو التنظيمات الإرهابية. فسواء القاهرة أو الجزائر فهما يقولان بأنهم يتدخلان باسم محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي، ولكن تدخلهما المنفرد المحظور قانونيا، المحظور داخل قواعد القانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشير إلى نظام يسمى بنظام الأمن الجماعي، المقصود في الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، أو المادة 4 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، التي تعطي للاتحاد بطريقة جماعية وليس فردية أن يتدخل في حالات مرتبطة بالإبادة أو انتهاكات في مجال حقوق الإنسان أثناء الحروب، بمعنى أنه ليس هناك ما يسمى بالتدخلات الفردية، فهي محظورة في قواعد القانون الدولي. فالتدخل المنفرد من طرف الجزائر في مالي ومن طرف مصر إلى جانب الجيش السوداني، إلى جانب البرهان على حساب التدخل السريع في حرب أهلية حول مسألة الشرعية لم تحسم إلى حد اليوم. هذا التدخل يصنع بالضبط بيئة يزدهر فيها الإرهاب، والدليل على ذلك هو صعود مثلا في مالي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى. فالكل يعرف بأنه داخل القارة الإفريقية هناك قوس للتنظيمات الإرهابية ينطلق من القرن الإفريقي ويصل إلى منطقة الساحل ويريد الوصول إلى المحيط الأطلسي، بل أن التقارير اليوم تقول بأنه بدأ تنظيم الدولة يقترب من خليج غينيا. معنى هذا أن التنظيمات الإرهابية قد تصل إلى المحيط الأطلسي، ويصبح آنذاك الوضع خطير جدا. فهي حاولت منذ سنوات الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، ولكن وجدت أمامها حواجز أمنية. كل يعرف أنه تم تفكيك العديد من الخلايا في عملية مشتركة، بين عمليات مشتركة كثيرة بين الأمن المغربي والأمن الإسباني، ووجدت وثائق في منطقة الساحل تريد بمعنى أنها تشدد على مسألة أن يصبح هناك خط ينتقل من الساحل إلى أوروبا. اليوم هناك قوس ينطلق من القرن الإفريقي ويعبر القارة ويعبر هذه الدول، يعبر مثلا السودان الهش ويصل إلى الساحل، وبدأ يحاول الوصول إلى المحيط الأطلسي، إلى خليج غينيا. وهناك محاولات يتحدث عنها البعض أنه يمكن الوصول إلى المحيط الأطلسي، إلى السواحل الموريتانية عن طريق شمال موريتانيا. هنا ماذا أريد أن أقول هنا؟ أقول أن مسألة هذه التدخلات فهي تؤسس لبيئة خصبة للجماعات المتطرفة نتيجة فراغ الدولة المنهارة. فكل ضربة تطيل النزاع هي موضوعيا هدية مجانية
للجماعات المسلحة. هذا ما يجب أن يفهم في السودان ويفهم أيضا في مالي. الاستنتاج الثاني أن الخطر قد يرتد على المتدخل نفسه وقد يصل إلى أوروبا. فهذا السلوك، هذا النوع من التدخلات الفردية التي تقدم لها مبررات مختلفة، مسميات مختلفة، والمحظورة في القانون الدولي، فهي لا تهدد استقرار السودان ومالي فقط، بل تهدد الحدود المصرية الجنوبية والحدود الجزائرية الصحراوية الشاسعة. فالخطر هنا ينتقل نحو شمال إفريقيا ويحاول الوصول إلى أوروبا عبر موجات الهجرة غير النظامية وتدفق السلاح وتمدد الشبكات الإرهابية. هناك اليوم الحديث عن طرق تراقبها التنظيمات الإرهابية ومنظمات الجريمة العابرة للحدود. وأخطر شيء وهو هذه العلاقة الثلاثية بين التنظيمات الانفصالية والحركات أو التنظيمات الإرهابية ومنظمات الجريمة العابرة للحدود. ومسألة التحول أحيانا، مسألة التحول داخل هذه الأجسام الثلاثة، لدرجة أن البعض بدأ في دراسة كيف يتحول التنظيم الانفصالي إلى حركة إرهابية وإلى شبكة من شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. أيضا هناك استنتاج آخر وهو أنه الحل ليس في وصاية مصرية على السودان ولا جزائرية على مالي، وليس في استبدال وصاية بأخرى. الحل في إعادة الفاعلين جميعا إلى ما يمكن أن نسميه بالمؤسسات التي تعمل بطريقة جماعية. هناك الأمم المتحدة وهناك التنظيمات الإقليمية التي تملك هذه الصلاحية، وإخضاع مفهوم الأمن القومي إلى معيار قانوني واحد يسري على الجميع. معيار قانوني واحد يسري على الجميع. ويظل السؤال الذي نطرحه في نهاية هذا اللقاء، فحين تقصف دولة معينة منقبين عن الذهب على ضفاف نهر تتقاسمه مع جارتها، وحين تسقط دولة طائرة مسيرة لجارتها وتجد نفسها متهمة بالعدوان أمام محكمة العدل الدولية، فهل تقوم هذه الدول بحماية أمنها القومي أم أنها تقوم بحفر وبطريقة صامتة قبر الاستقرار الإقليمي في شموليته؟ هنا تكمن الخطورة. وفي موضوع هذه النزاعات الإفريقية يبدو أن هناك فراغات بدأت تتشكل من داخلها كيانات خطيرة
جدا، وأن التحول اليوم هو من الشرق الأوسط نحو إفريقيا، لأن الكثير لا يطرح سؤال: أين ذهب ذهبت المجموعة التي كانت موجودة في سوريا، في الرقة، أو كانت في العراق؟ إلى أين تم ترحيلهم؟ فالمعلومات تقول أنهم وصلوا منذ سنوات إلى منطقة الساحل، ولما نقول هنا الساحل نقول قلب إفريقيا، ونتذكر جميعا هذا القوس الخطير الذي يبدأ من الصومال، من شباب المجاهدين، التنظيم المتطرف المعروف، التنظيم الإرهابي، وينتقل إلى بوكو حرام بكل فصائلها، إلى بحيرة تشاد، إلى الساحل، ويصل إلى محاولة البحث عن منفذ نحو المحيط الأطلسي. في هذا الشريط أو هذا القوس هناك الكثير من الدول الهشة، وهناك الكثير من التدخلات بمبررات مختلفة، ولكن كل هذه التدخلات هي تصنع بيئة حاضنة لتنظيمات إرهابية قد تزعزع بنية النظام الدولي بكامله. أشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء.